السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنحل مع بعض أسئلة الدرس الثالث معانا في التاريخ في الوحدة الثالثة، وهو الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية بمصر. بنحل من كتاب إيه؟ بنحل من كتاب الامتحان 2023. وبرضو لو عندكم أي سؤال اكتبوهولي في التعليقات وأنا هجاوبكم عليه. نبدأ مع بعض، يلا حل الأسئلة في الكتاب. أول سؤال عندنا هو اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يعود الفضل في إنشاء الجامع الموضح بالصورة المقابلة إلى، هنا طبعا ده الجامع الأزهر بالقاهرة، فاحنا قلنا اللي بناه طبعا هو جوهر الصقلي. قامت العديد من الدول المستقلة في مصر بسبب، طبعا عندنا قلنا بسبب اعتماد العباسيين على الموالي في الحكم. بسبب اعتماد العباسيين على الموالي في الحكم. الموالي قلنا اللي هم الغير العرب. أول الدول المستقلة عن الخلافة العباسية في مصر كانت الدولة، طبعا دي كانت الدولة الطولونية. قامت الدولة الفاطمية في بلاد، طبعا دي في بلاد المغرب، ما قلنا في بلاد المغرب. تطلع الفاطميون للسيطرة على مصر من أجل هنا عندنا رغبتهم في زيادة ثروتهم. زال نفوذ الخلافة العباسية عن مصر على يد، طبعا ده عن يد جوهر الصقلي اللي قضى على الخلافة العباسية في مصر. اتبع الفاطميون عدة وسائل للسيطرة على مصر، منها طبعا عندنا منها اللي هي تمهيد الطرق إلى مصر. كانت مدينة نقطة انطلاق الجيوش الفاطمية نحو مصر، طبعا دي كانت مدينة القيروان. طلب جوهر الصقلي من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي المجيء إلى مصر بعد الانتهاء من بناء مدينة القاهرة. نتج عن الصراع بين شاور ودرغام على الوزارة، طبعا أدى ذلك إلى هزيمة الصليبيين في مصر. السؤال اللي بعد كده، تغير وضع مصر وتبعيتها السياسية بعد مجيء جوهر الصقلي. اتجهت الجيوش الفاطمية للسيطرة على مصر من جهة الغرب. أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. قامت الدولة الفاطمية في بلاد، قامت في بلاد المغرب. أرسل الخليفة الفاطمي قائده جوهر الصقلي لفتح، طبعا أرسل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أو المعز لدين الله لفتح، طبعا إلى فتح مصر. يبقى هنا القائد أو الخليفة المعز لدين الله. شيد جوهر الصقلي في مصر، شيد مدينة القاهرة وشيد أو بنى الجامع الأزهر. شيد مدينة القاهرة والجامع الأزهر. كان الخليفة آخر الخلفاء الفاطميين الأقوياء، طبعا ده المستنصر بالله. استنجد بالصليبيين في صراعه ضد شاور، طبعا ده درغام. تولى صلاح الدين الأيوبي الوزارة في مصر بعد وفاة أسد الدين شيركو. السؤال اللي بعد كده، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة، طبعا مع التصويب. كانت بداية ظهور الدول المستقلة في مصر خلال العصر العباسي الأول. لا طبعا خطأ، لأن كانت في العصر العباسي الثاني، ما كانش الأول، كان في الثاني. كانت الدولة الإخشيدية من الدول المستقلة شكلا عن الدولة العباسية. إجابة صحيحة. زالت نفوذ الخلافة العباسية عن مصر للأبد بانتهاء الدولة الإخشيدية، طبعا عندنا إجابة خاطئة. ليه خاطئة؟ لأن عندنا عاد نفوذ الخلافة العباسية على مصر بعد انتهاء الدولة الفاطمية خلال فترة حكم الدولتين الأيوبية والمملوكية. رجعت تاني الدولة العباسية نفوذها على مصر. تأسست الدولة الفاطمية على يد أبي عبيدة الله المهدي. إجابة صحيحة.
كانت أولى محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر على يد جوهر الصقلي؟ لا طبعا خطأ. ليه خطأ؟ لأن سبق جوهر الصقلي عدة محاولات للاستيلاء على مصر. يعني ما كانش جوهر الصقلي أول حد جاي يحتل مصر، لا ده كان في قبله ناس حاولوا يحتلوا مصر. استنجد شاور بنور الدين محمود أثناء صراعه مع درغام؟ طبعا إجابة صحيحة. في هنا سؤال احنا ناسينه. يعد الجامع الأزهر أعظم مؤسسة دينية لنشر الثقافة الإسلامية في العالم؟ إجابة صحيحة. السؤال اللي بعد كده، من هو قائد الجيش الفاطمي اللي استطاع هزيمة الإخشيديين والاستيلاء على مصر؟ طبعا ده جوهر الصقلي. ده جوهر الصقلي. أصبحت مصر منذ وصوله إليها دارا ومقرا للخلافة الفاطمية؟ طبعا ده المعز لدين الله الفاطمي. المعز لدين الله الفاطمي. قائد جيش نور الدين محمود واللي تمكن من الانتصار على الصليبيين؟ طبعا ده كان أسد الدين شيركو، وكان طبعا معاه ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي، بس هنقول أسد الدين شيركو. نجح في إنهاء الخلافة الفاطمية؟ طبعا ده صلاح الدين الأيوبي. السؤال اللي بعد كده، بما تفسر قيام الدول المستقلة في مصر خلال العصر العباسي الثاني؟ ليه قامت الدول المستقلة في مصر خلال العصر العباسي الثاني؟ قيام الدول المستقلة في مصر في العصر العباسي الثاني هنقول بسبب ضعف الخلفاء العباسيين منذ بداية العصر العباسي الثاني. كمان استعانت الخلفاء العباسيين استعانوا عندنا بإيه؟ استعانوا عندنا ببعض العناصر غير العربية كالفرس والأتراك. كمان موقع مصر وبعدها عن مركز الخلافة العباسية في بغداد. كل دي أسباب أدت إلى قيام الدول المستقلة في مصر في العصر العباسي الثاني. ندخل على السؤال اللي بعد كده. رغبة الفاطميين لضم مصر إلى الخلافة الفاطمية؟ رغبة الفاطميين إن هم يضموا مصر الخلافة الفاطمية طبعا بسبب أهمية موقع مصر الجغرافي والسياسي. كمان عندنا قرب مصر من بلاد الشام والحجاز. كمان الثروات العديدة اللي اتمتعت بيها مصر. كل دي أسباب أدت إن الفاطميين كانوا عايزين يضموا مصر للخلافة الفاطمية. السؤال اللي بعد كده، نجاح الفاطميين في الاستيلاء على مصر في عهد الخليفة المعز لدين الله؟ طبعا ليه نجح الفاطميين في الاستيلاء على مصر في عهد الخليفة المعز لدين الله؟ طبعا لأن المعز لدين الله بعد توليه خلافة الدولة الفاطمية عمل إيه؟ أخذ إنه عايز يجهز عندنا ليه، أو أخذ يجهز للاستيلاء على مصر. طيب عمل إيه؟ جمع الأموال اللازمة. كمان مهد الطريق من القيروان إلى الإسكندرية، حفر الآبار، أقام الاستراحات. كمان أحسن تدريب الجيش وتنظيمه وتزويده بالمون والذخائر. كل دي أسباب أدت إلى إن كانت أو نجح فيها الفاطميون إن هم يستولوا على مصر في عهد الخليفة المعز لدين الله. طيب بناء جوهر الصقلي لمدينة الإسكندرية لمدينة القاهرة، نجح أو بناء جوهر الصقلي ليه بنى مدينة القاهرة؟ طبعا لتكون عاصمة جديدة لمصر ومركز للدولة الفاطمية. عشان تكون عاصمة جديدة لمصر وتكون مركز للدولة الفاطمية. السؤال اللي بعد كده، اهتم الفاطميون بوجود جيش قوي في الدولة؟ طبعا عندنا الفاطميون اهتموا بوجود جيش قوي في الدولة لكي يكون أو لكي يساعدهم في الحفاظ على دولتهم وتوسيع حدودها ونشر الأمن والأمان. لكي يساعدهم في الحفاظ على دولتهم وتوسيع حدودها ونشر الأمن والأمان. طب السؤال اللي بعد كده، عمل الفاطميون على تدعيم الأسطول وتنظيمه؟ الفاطميون دعموا الأسطول ونظموه في مصر ليه؟ هنقول بهدف سواحل الدولة الفاطمية الممتدة من الغرب أو من المغرب إلى الشام. بهدف حماية سواحل الدولة الفاطمية الممتدة من المغرب إلى الشام. السؤال اللي بعد كده، إنشاء الفاطميون لديون أو لديوان الجيش والرواتب. إنشاء الفاطميون لديوان الجيوش أو الجيش والرواتب طبعا لتسجيل الجنود وتحديد وظائفهم. لتسجيل الجنود وتحديد وظائفهم. عشان كده
أنشأوا ديوان الجيش والرواتب. انهيار الدولة الفاطمية طبعا هنقول بسبب ضعف وسقوط أو انهيار الدولة الفاطمية في مصر بسبب ضعف الخلفاء الفاطميين بعد وفاة المستنصر بالله، وطبعا ده أدى إلى ازدياد نفوذ الوزراء، كمان حدوث صراع بين شاول ودرغام واستنجاد كل منهما بقوة خارجية، نجاح صلاح الدين الأيوبي في إنهاء الخلافة الفاطمية بمصر وإقامة الدولة الأيوبية. كل دي أسباب أدت إلى إيه؟ أدت إلى ضعف وسقوط وانهيار الدولة الفاطمية في مصر. طيب السؤال اللي بعد كده، ما النتائج المترتبة على بعد مصر عن مقر الخلافة العباسية؟ ترتب على ذلك إيه؟ ترتب على بعد مصر عن مقر الخلافة العباسية، نقول أدى ذلك إلى قيام بعض الدول المستقلة في مصر في العصر العباسي الثاني، فمنها طبعا عندنا دول مستقلة شكليا مع الاعتراف بسيادة الخليفة العباسي عليها، زي قلنا الدولة الطولونية، الإخشيدية، والأيوبية، والمملوكية. وكمان في دول مستقلة تماما عن الخلافة العباسية زي الدولة الفاطمية. يبقى دي النتائج اللي ترتبت على بعد مصر عن مقر الخلافة العباسية في بغداد. تمام كده؟ طيب السؤال بعد كده، مجيء المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر. رتب على مجيء المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر إن أصبحت مصر منذ وصوله دارا ومقرا للخلافة الفاطمية. أصبحت مصر منذ وصوله دارا ومقرا للخلافة الفاطمية. السؤال اللي بعد كده، ضعف خلفاء الدولة الفاطمية بعد عهد المستنصر بالله. ضعف خلفاء الدولة الفاطمية بعد عهد المستنصر بالله أدى ذلك إلى ازدياد نفوذ الوزراء. أدى ذلك إلى ازدياد نفوذ الوزراء. السؤال اللي بعد كده عندنا، ما رأيك في اهتمام الفاطميون بالعلم والعلماء؟ رأيك في الموضوع ده ايه؟ طبعا رأينا كل واحد هيقول رأيه او هيقول الإجابة او هيعبر عن رأيه بحريته. طب احنا ممكن نقول ايه بقى؟ السؤال رقم 7 نسيته هنا، اللي هو دلت كان لجوهر الصقلي دور مهم في تاريخ الدولة الفاطمية، اللي هو رقم كام؟ اللي هو رقم 7. رقم 7 هتلاقوه عندكم في الكتاب، كان لجوهر الصقلي دور مهم في تاريخ الدولة الفاطمية. طبعا حيث قام جوهر الصقلي بإيه؟ جوهر الصقلي قام بإيه؟ قام بهزيمة جيش الإخشيديين وإسقاط دولتهم في مصر، استيلاء على مصر وإنهاء نفوذ الخلافة العباسية، بناء عاصمة جديدة سميت القاهرة لتكون مركزا للدولة الفاطمية في مصر، كمان بناء الجامع الأزهر. كل ده اللي قام بجوهر الصقلي لما دخل مصر. السؤال اللي بعد كده، ما رأيك في اهتمام الفاطميين بالعلم والعلماء؟ زي ما قلت كل واحد يقول الإجابة ومتروك الإجابة ليك أو لحرية الإجابة. فاحنا ممكن نقول قيام الفاطميين ببناء القصور والمساجد وجعلها مركزا لنشر العلم والثقافة، وطبعا ده زاد من مكانة مصر الثقافية وسط العالم الإسلامي كله. دي إجابة ممكن نقولها وكل واحد برضو يقول الإجابة اللي هو عايزها. السؤال اللي بعد كده، استنجاد شاول ودرغام بقوة خارجية. قلت كل واحد هيقول رأيه ومتروك الرأي ليك تقوله. فاحنا ممكن نقول ايه؟ طبعا لما نستنجد او استنجاد شاول ودرغام بقوة خارجية لمصر، طبعا ده اي استنجاد او اي استنجاد اي شخص داخل الدولة بقوة خارجية، طبعا ده امر مرفوض. اي استنجاد اي شخص داخل الدولة بقوة خارجية طبعا ده امر مرفوض. طب ليه؟ لانه ده بيعرض البلاد وبيعرض الدولة للخطر، فيجب ان كل واحد او كل اللي موجود داخل الدولة كله يحل المشكلات تكون داخلية. ليه؟ لمنع اي تدخل اي قوة من الخارج في شؤون البلاد. يعني اي مشكلة بتحصل جوه البلد يبقى داخل البلد ممنوع، غلط او مرفوض ان احنا ندخل قوة خارجية في شؤون البلاد، ان كده هتتحكم في البلاد وتؤدي الى دمار البلاد. السؤال اللي بعد كده، كان الاستيلاء على مصر املا كبيرا
للخلافة أو للخلفاء الفاطميين منذ قيام دولتهم في بلاد المغرب؟ في ضوء ذلك ننزل بالسؤال. في ضوء ذلك ايه هي تجهيزات الخليفة المعز لدين الله للاستيلاء على مصر؟ طبعا احنا قلنا الإجابة دي. الخليفة المعز لدين الله عمل ايه علشان يجهز للاستيلاء على مصر؟ أول حاجة إنه جمع الأموال اللازمة للاستيلاء على مصر. كمان مهد الطريق من القيروان للإسكندرية، حفر الآبار، أقام الاستراحات. كمان إنه أحسن تربية أو تدريب الجيش وتنظيمه وتزويده بالمؤن والذخائر. كل ده عمله الخليفة المعز لدين الله علشان يستولى على مصر. طيب وضح أحوال مصر في عصر الفاطميين. أحوال مصر في عهد الفاطميين إن ازدهرت أحوال مصر إزاي؟ عندنا إن اهتم الفاطميون بإقامة جيش قوي يساعدهم في الحفاظ على دولتهم، توسيع حدودها ونشر الأمن والأمان. كمان تدعيم الأسطول وتنظيمه لحماية سواحل الدولة الفاطمية الممتدة من بلاد المغرب إلى الشام. كمان إنشاء ديوان الجيش والرواتب لتسجيل الجنود وتحديد وظائفهم. كمان بناء المساجد والقصور وجعلها مركزا لنشر العلم والثقافة مع الاهتمام بالعلم والعلماء. هي دي كانت أحوال مصر في ظل عصر الفاطميين. السؤال اللي بعد كده أسئلة للتميز. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يدل تكرار محاولات الفاطميين للسيطرة على مصر على، طبعا ده بيدل على رغبتهم في توسيع دولتهم شرقا. رغبتهم في توسيع دولتهم شرقا. طيب تحولت مصر من ولاية تابعة لدولة كبرى يوجد بها مركز الحكم في عهد، طبعا ده كان في عهد المعز لدين الله. المعز لدين الله. السؤال اللي بعد كده زال نفوذ الدولة العباسية عن مصر مؤقتا خلال عصر الدولة، طبعا الدولة الفاطمية. كانت نقطة انطلاق جيش الفاطميين من مصر تقع حاليا في دولة، طبعا في دولة تونس. دولة. اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. تخطت طموحات الفاطميين الاستيلاء على مصر، طبعا اجابة صحيحة. ازدادت سواحل الدولة الفاطمية في عهد الخليفة المعز لدين الله، طبعا عندنا اجابة صحيحة. اهتم الفاطميون بالقوى البرية والبحرية للقضاء على الاخشيديين، لا طبعا خطأ، دي كانوا بالقوة البرية بس للقضاء عليهم. اشرفت الدولة الفاطمية على السواحل الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط، طبعا خطأ لان للسواحل الشرقية والجنوبية. تسبب تدخل أجنبي في شؤون الدولة الفاطمية بانهيارها، طبعا إجابة صحيحة. دلل على صحة كل عبارة مما يأتي تاريخيا. استلزم ضم مصر تجهيزات خاصة بالامتدادات العسكرية للفاطميين. قلنا لسه قايلينها دلوقتي تجهيزات خاصة بالامتدادات العسكرية، يبقى هنقول حيث اهتم الفاطميين بتنظيم الجيش وتزويده بالمون والذخائر. اهتموا بتنظيم الجيش وتزويده بالمون والذخائر. طيب السؤال اللي بعد كده تغيير وضع مصر السياسي تجاه الدولة العباسية بعد هزيمة الإخشيديين. تغير وضع مصر السياسي تجاه الدولة العباسية بعد هزيمة الإخشيديين لأن حيث أزال الفاطميون بقيادة جوهر الصقلي نفوذ الخلافة العباسية عن مصر بعد أن نجح في هزيمة الإخشيديين، فأصبحت مصر مركز للدولة الفاطمية. حيث أزال الفاطميين بقيادة جوهر الصقلي نفوذ الخلافة العباسية عن مصر بعد أن نجح في هزيمة الإخشيديين، فأصبحت مصر مركزا للدولة الفاطمية. طيب خسرت الدولة العباسية كثيرا بفقدانها ولاية مصر. دليل عندنا على كده إن خسرت الدولة العباسية كثيرا بفقدانها ولاية مصر. هنقول حيث أصبحت مصر مركزا للدولة الفاطمية ومنها خرجت الجيوش الفاطمية في توسعاتها على حساب الدولة العباسية حتى شملت الشام والحجاز واليمن بالإضافة إلى مصر وبلاد المغرب. هو ده الدليل عندنا إن إن خسرت الدولة العباسية كثيرا بفقدانها ولاية مصر. تمام كده؟ طب السؤال اللي بعد كده
حدد العلاقة بين الصليبيين وسقوط الدولة الفاطمية. العلاقة بين الصليبيين وسقوط الدولة الفاطمية عندنا حيث حدث صراع بين شاور ودرغام، واستنجد كل من هو بقوة خارجية. عرفنا ان كل واحد استنجد واستعان بقوة خارجية، حيث استنجد شاور بنور الدين محمود واستنجد درغام بالصليبيين. وطبعا تمكن جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شيركو وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي من الانتصار على الصليبيين، ثم نجح صلاح الدين الأيوبي في إسقاط الخلافة الفاطمية بمصر. كده خلاص خلصنا أسئلة الدرس، ولو عندكم أي سؤال اكتبوهولي في التعليقات وأنا هجاوبكم عليه. أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم النجاح، ومع السلامة وفي حفظ الله وفي رعايته.